يا مساء الخير عليكم، إزيكم؟ النهارده كده عندنا فيديو حلو أوي ولذيذ كده، يعني عندنا النهارده وصفة كل الأطفال بيحبوها، لو أنتم بقى من عشاق كمان الشوكولاتة أنتم كمان هتحبوها. لو وصفة الcupcake كيك ما بتضبطش معاكم أو مثلًا الchocolate بينزل لتحت كده في الكب كيك كده ويسقط وتلاقوه تحت خالص في قلب الكب كيك، النهارده بقى لأ، ده مش هيحصل. النهارده بقى هادّيكم كده وصفة تحفة للكب كيك عشان يطلع معانا هش وطري ومليان طعم الشوكولاتة من أول قطمة كده لآخر فتفوتة. يعني إيه، هاقول لكم كمان على شوية حركات كده تعملوها عشان الولاد ينبهروا بيه، يعني أنتم شايفين جماله كده وهو محشي بقى نوتيلا، تقدروا كمان تحطوا على وشه chocolate chips كمان، تقدروا تحطوا بسكوت، تقدروا تحطوا sprinkles يعني أي حاجة. مكونات سهلة وبسيطة، يالّا نشوفها مع بعض وكله في الخلاط، مش هيكمّل دقيقة وهنعمله مع بعض. يعني أنا النهارده بقى هاجيب كده بيضتين كبار، هاحطهم في الخلاط مع معلقة كده كبيرة من الخل ورشة ملح كده صغننة، وهانزل بالفانيليا وأحط كوباية من السكر كده الأبيض. أنا هنا كده حطيت الفانيليا، أنزل بقى كده بالسكر الأبيض، وبعدين هانزل بحوالي علبة زبادي كده صغيرة. لو أنتم بقى عندكم العلب الكبيرة دي حطوا معلقتين كبار. أنزل كمان بنُص كوباية من الزيت النباتي، يعني يُفضّل إن هو يبقى زيت نوع كويس عشان إيه، يبقى ريحته ريحة الcupcake كيك ذات نفسها حلوة. تقدروا طبعًا تستخدموا زيت على زبدة، بس الزيت في الوصفة دي بيخلّيها هشة أكتر. أنا كمان نزلت بتِلت كوباية من الحليب، أنا كنت بصراحة مدفياهم. خلطت كده كل المكونات السايلة مع بعضها في الخلاط كويس جدًا، وبعدين بقى أبتدي أجهّز المكونات الجافة مع بعض. أنا معايا كوبايتين من الدقيق ونُص كوباية من الكاكاو، هانخلهم كده كلّهم مع بعض مع معلقة ونُص كربوناتو صغيرة أو البيكربونات الصوديوم، ومعلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وطبعًا ربع معلقة صغيرة من الملح. أخلط كده كلّه مع بعضه وأقلبه، يعني عشان شايفين التكتلات بتاعة الكاكاو لازم يتنخل كل المكونات الجافة دي مع بعض. أنزل كمان بحوالي كوباية إلا ربع من الchocolate chips، تقدروا طبعًا تحطوا كوباية كاملة، تقدروا تحطوا أقل، تقدروا تحطوا أكتر، دي حاجة ترجع لكم. خلاص كده أنا كنت ضربت كل المكونات في الخلاط وحطيتها على جنب، أرجع لها بقى كده وأضيفها على خليط المكونات الجافة، وبعدين أقلب كده بالمضرب اليدوي عادي خالص. أنا مش هاحتاج مضرب ومش هاحتاج أي حاجة، الوصفة سريعة كده وبسرعة في 5 دقايق يبقى عندنا كده أحلى كب كيك. شايفين قوام بقى العجينة كده بيبقى تقيل شوية، ما تستغربوش واوعوا تحطوا لبن أو تزودوا لبن تاني، ده كده قوام الكب كيك كده تمام معانا. هو القوام الكب كيك الصح أو المضبوط إن هو بيبقى تقيل سيكا. أنا كده بقى أجيب عندي ورق الكب كيك دوّة، ده ورق حراري بيدخل الفرن، تقدروا تستخدموا أي ورق. يعني أنا باحس إن ده ورق بيناسب كب كيك الشوكولاتة أكتر. تقدروا تستخدموا طبعًا قوالب اللي هي الفويل اللي هي استخدام المَرّة الواحدة عادي، وتقدروا تحطوها الاتنين مع بعض. يعني باجيب بقى كلّه كده في الصينية بتاعة الكب كيك، أبتدي بقى إن أنا أحط الورق، وبعدين خدوا بالكم بقى من الحتّة دي. أنا طبعًا الورق اللي هيستخدم الورق الحراري دوّة اللي هيدخل الكب كيك، ياخد باله لإن خليط الكيك ده تقيل جدًا، فممكن أصلًا ياخد الورق وتلاقوه كده مال على جنبه شوية. فناخد بالنا خالص إن إحنا ننزّل الخليط كده بالراحة خالص السكوب بتاعة الآيس كريم أو بأي معلقة كده، بس ناخد بالنا لإن يعني القوام بتاع الكيك بيبقى تقيل شوية. خلاص أنا وزّعته كده على الورق بتاع الكب كيك الحراري. أبتدي إن أنا أحط بقى كده إيه، شوية chocolate chips كده من على الوش، وطبعًا كان عندي كام واحدة كده حطيت عليهم قطعة من بسكوت اللوتس. بس بصراحة يعني الحتّة دي ضاعت في المونتاج. خلاص بقى يعني إيه، وحطيت هنا كمان افتكرت إن أنا حطيت شوية مكسرات على الوش، تقدروا تحطوا أي حاجة. بيدخل على درجة حرارة زي الكيك بالضبط، 180 درجة، ما بياخدش ربع ساعة، لإن هو الكيكات بتاعة الشوكولاتة دايمًا بتستوي بسرعة أكتر من الكيكات بتاعة الفانيليا. طلع كده بقى يعني شكله قمر وريحته كانت خطيرة وتحفة. إضافة كمان الحليب السخن في وصفة الكب كيك النهارده كانت تحفة ورائعة، خلّت الكيكة هشة جدًا وخلّت طعمها مميز أوي. أنا هنا كده باجيبه بقى، معلش الخطوة دي راحت كده في المونتاج، إن أنا جِبت يعني إيه، كام واحدة كده من الcupcake كيك وابتديت إن أنا بقى إيه، أفرّغها كده أقوّرها كده بمقوار الكوسة وحشيتها نوتيلا. تقدروا تحطوها تقدروا تحطوا فيها مربى، تقدروا تحطوا نوتيلا بيضا أو نوتيلا اللي هي الشوكولاتة، تقدروا تحطوا أي حشوة، تقدروا تحطوا كمان صوص اللوتس، تقدروا تحطوا أي حاجة أنتم حابينها والولاد بتحبها. أنا هنا كده حطيت